أما نجاسة الخنزير أي براس بيسيكي چونا فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها 7 مرات يكجار آيو بيداكي بشوري تواوا بيجناك إلا بلي ولا دبيوكو لعابي كلب ليكي صق چون دبي حوت جار بشوري توا أو قابا أو اشبه من بلغي لسرنية چونك وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر عصر يعني چي عصر لا قشين عصر يعني قشين بلى حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر ويكفي في غسلها مرة واحدة هرشتيشي تربي وتمانجقى لليشكي صاق أو هرجارك ديشويت بلام جوان يعني كخاوين بو بيساكي لسرنا مودي كشيتو تواو خاوين بوتو إن شاء الله ويكفي في تطهير بول الغلام أوش مان باسكر كشونا أما جلد الميتة أي بيستي مردارة وبو شونا مأكولة اللحم مردارة وبو يكا أجر سر ببردري قوشتكي حلالة دخوري أما ينشونا فإنه يطهر بالدباغي يعني أيما إبهاب دبغ فقد طهر باس مانكر بيست خوش كردن تايبته ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء باس مانكر فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط لصحة الصلاة بيست إنسان مسلمان قرنجي با پاچی بدات خۆی پاکاتەوە لە نەجاسات جا بەر لاشەی کەوتوبێ یا بەر جلی کەوتوبێ یا بەر ئەو شوێنە بکەوتوبێ کە نوێژی تێدا دەکات بۆچی فەرموو لأنها شرط لصحة الصلاة چونکە مەرجە بۆ ئەوەی نوێژەکەت دروست بێت ئەوە تۆ خۆت پاکر بێتەوە لە نەجاسات فهل التطهير من النجاسات شرط أم واجب أيهما شرط واجب وحكم الشرط واجب باش ها كاكا ها برايمن واجب بدليل ها شرط والله ممكن ما دام واجبك إذا سر وستابت أبيت واجب ما مصا فؤاد بل يوجد دليل على قولك بارك الله فيك دليل من هي كواجبات پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام نوێژی کرد لەناو نعلەکانیدا نعلەکەی دانەکەندبوو لەکە ناو نوێژەکەیدا جبریل پێیوت نعلەکەت پیسایی پێوەیە نەیزانی بوو فخلعهما پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام دایکەند لێرە پرسیارێک دەکەین ئەگەر طهارەت لە نەجاسە یعنی نەجاسەی ثەوب کە پاکردنەوەی پیسی لە جل شەرت بوایە ئەوە پیغمبەری خوا عەلەیهی سڵاو سەلام دەبوو چی کردبا نوێژەکەی چی لێ کردبا نوێژەکەی بڕێبا دەست پێ کردبا بۆ وەکو وای مادا ئێستا دەستنوێژ شەرتە بۆ سەحەتی سەڵات ئەو من لە ڕکعاتی سێیەمم نوێژی عیشا کەوتو بیرم دەستنوێژم نییە دەکرێت بچم دەستنوێژ بگرم و بەس ڕکعاتی چوارم تەواو بکەم بڵێم ئەوەی تر لە بیرم نەبوو قەیناکە یا دەبێت سەر لە نوێ سەر لە نوێ ئەگەر هاتبا التطهير من النجاسات لو كان شرطا لا واجبا فحسب لا ترك الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته وبدأ بالصلاة من البداية دبوا لسرتها ودس بيبكى